عزيزي المشاهد، الفن ممتع وجميل، ولكن ما نشاهده هو نصف الحقيقة. أما النصف الآخر الأكثر متعة والأكثر طرافة هو ما يحدث خلف الكاميرا وفي الكواليس. أجمل لحظة عند الفنان هي لحظات ولادة عمل جديد، ورغم أن هذه اللحظة هي أجمل لحظة لكن هي أيضا أخطر لحظة. تعالوا معا لنرى هذه اللحظات الجميلة ولحظات القلق الجميل عند الفنانين قبل عرض أفلامهم لأول مرة. لأن عيون الكاميرا معكم دائما في كل مكان. النهاردة في مناسبة نادرة ومش هتتكرر غير مرة واحدة بس زي ما عودناكم. النهاردة العرض الأول أو العرض الخاص جدا لفيلم ديك البرابر، إخراج حسين كمال وبطولة نبيل عبيد وفاروق الفيشاوي. هي بصرف النظر عن حسين كمال، هي السينما يجب انها تكون المخرج هو روح الفيلم. مش قادرة أعبر أقول إيه، بس حسين كمال بالنسبة لي أنا بعتبر إنه من أعظم مخرجين السينما المصرية، وطبعا نبيلة عبيد وطبعا فاروق الفيشاوي، كل الناس دي شخصية، فبحس إنه نبيلة ممكن تجسد الدور ده أحسن مني. ممكن هي بتعمل لون ما أقدرش أنا أعمله، أو ممكن أنا أعمل لون بتميز فيه مثلا عن أي حد تاني، كل واحد ليه لونه وطعمه. لكن ممكن تكون الغيره الفنيه تيجي منين؟ في حته التنافس، اني اتمنى ان يكون عندي دور حلو قوي فاقدر اقول فيه حلو قوي واجتهد فيه. هي دي الغيره الفنيه بمفهومي. بأمانة شديدة كده المنتج صالح فوزان، بأمانة عايزين تختص برنامج عيون الكاميرا بالرقم التقريبي اللي اتكلفه الفيلم، مش سر ولا حاجة عشان الناس تبقى مقدرة. هو مش اسرار، اصله احنا ما بنعملش كده. يعني عدى النص مليون، ده يعني تقريبا هو 750,000 دلوقتي، يعني 3/4 مليون. طيب انت بتغامر ب3/4 مليون وعارف ان في افلام بتتعمل ب150,000 وساعات بتجيب ايراد وبتستمر، ايه الدافع لهذه المغامره؟ شوف، مفيش منتج فاهم شغلته بيغامر من غير ما يكون حاسبها من الاول. اصل المساله بتبقى اولا الفيلم فيلم قمم، الفكره من قمه في الكتابه والسيناريو والحوار الاستاذ محمود ابو زيد، الاخراج الاستاذ حسين كمال، التمثيل الفنانه نبيله عبيد وجنبها نجم النجوم. في جمله جميله قالها لي حسين كمال دلوقتي واحنا هنخش نحضر مع بعض، قال لي ان الجمهور وزع علينا الجوائز امبارح انا وفاروق ما كنا بنحضر عرض الجماهير. ايه اللي حصل بالظبط؟ هو كان استفتاء شعبي جميل جدا على الفيلم اللي بيعرض على الناس لاول مره. كان الاقبال الحمد لله كويس جدا على الفيلم في السينما، واحنا شفنا الفيلم باحساس الناس، يعني احنا شفناه باحساس صانعيه، لكن كان لاول مره امبارح نشوفه باحساس الناس. احساس الناس هي فوق كل وصف، انا ما اقدرش اوصفه لان انا كنت بترعش من جوايا من كتر ما انا مشدود لحب الناس وتعلقهم بالفيلم واحساسهم بكل جمله بل بكل كادر. وده من اجمل الاشياء اللي قابلتني في الفيلم، ان في شطات صامته كانت بتاخد سكسيهات في الصاله. ابو زيد، احنا استمتعنا طبعا بالعار والكيف والبيضه والحجر لكن احنا هنشوف زي ما بيقولوا استاذ حسين كمال هنا في رؤيه جديده وطعم جديد. مفيش كلام، وده اول لقائي مع الاستاذ محمود ابو زيد اللي اتاخر كتير جدا، والنتيجه الحمد لله انا راضي عنها جدا. كنت مرشح للاستاذ حسين كمال لاخراجها،
لان هو يعني له ديتايات كده في الاخراج تتمشى مع نوعيه هذا الموضوع يعني. تناول المعوقين او البطل لما يكون معوق زي ما انا عارف ده بيكون تيمة صعبة قوي، ممكن تعمل حساسية عند المتفرجين. قدرت تخطي الحاجز الرفيع ده؟ لا اصل انا مش واخد الشخصيه المتخلف على اساس ان انا يعني بعرض حاله من الشذوذ المرضي اللي هي ممكن انها تؤذي مشاعر الناس. لا انا واخدها من خلال قضيه انسانيه. احساسك بانك عملت شيء مختلف في ديك البرادر؟ شوف، هو كل فيلم انا حريصه انه يكون مختلف عن الفيلم اللي قبليه. ف الشخصيه دي انا حباها جدا وعارفه انها مختلفه، ويا رب تعجب بقى الجمهور لما يشوفوه. انا عايز اسالك بالتحديد على دور فاروق الفيشاوي. هل اداه بالحساسيه شديده؟ لان طول ما انا بشتغل معاه اقول له انت هتاخد جايزه. طول ما انا بشتغل معاه اقول له انت هتاخد جايزه. ونفس الحكايه بالنسبه للاستاذ عبد الله غيث، طول ما انا بشتغل معاه ابص له من غير كلام، مش محتاج ان انا اقول له، بس احساسي ان هو هياخد جايزه عليه. نفس الحكايه فاروق الفيشاوي، حتى لو انا ما صادفنيش الحظ بالنسبه لهم هم، لو هم خدوا اكنه ده ليا انا بالظبط. فاروق الفيشاوي، دورك الصعب جدا في ديك البرابر ان شاء الله بيرشحك لجائزه احسن ممثل، وانا حاسس ان عندك الاحساس الحلو ده. ما معنى هذا الاحساس؟ لا شك هو احساس جميل وتتويج لمجهود حقيقي، مجهود ضخم مني ومن السيناريست محمود ابو زيد ومن المخرج حسين كمال ومن البطله نبيله عبيد ومن جميع ابطال الفيلم عبد الله غيث وحسين الشربيني وباقي المجموعه الكوكبه الظريفه اللي انا تعاونت معاها في هذا الفيلم. فأي ترشيح لأي جايزة لهذا الفيلم سواء أنا أخذتها أو غيري أخذها فده تتويج لمجهود جميل إحنا حبيناه وعملناه بحب. جائزة أحسن ممثل تساوى الأستاذ فاروق الفيشاوي عن فيلم ديك البرابر.